سلام البنات، كي راكم؟ واش اخباركم البنات؟ عدنا والعود احمد ان شاء الله. مرحبا بكم كامل مشتركاتي جدد مشتركاتي القدم. قولوا لي البنات واش حوالكم، واش راكم مع تحضيرات نتاع الدخول المدرسي، واش وجدتوا ولا متوخرين كي حالتي؟ ربي المستعان ان شاء الله، كل واحد وظرفه غير بشويه البنات. من هنا بديت لكم الروتين تاع الصباح البنات بهاد القهيوه. الله الله. اليوم حبيت نحكي ولا نتناقشوا البنات كيفاش نتعاملوا مع اولادنا، ولا التربيه نتاعي كيفاش تكون معاهم. وطبعا البنات النقاش مفتوح، كل وحده والطريقه نتاعها، كل وحده والخبره نتاعها البنات. شاركونا. اول حاجه البنات انا في رايي هو التخطيط البنات. هنايا البنات القهوه تاعي كنت ناكل فيها، ومن بعد الزوج كان جاب لي حبات الكاطو قعدت ناكل فيهم البنات. هنايا اول حاجه قلنا التخطيط البنات، سواء كان يومي او اسبوعي او شهري. تنظيم الوقت، شحال نقعد في الكوزينه، شحال نقعد في مراجعه ولادي. كل وحده والتخطيط نتاعها البنات. تخطيط الوقت نتاعها كيفاش تقسمه، كيفاش تستفيد منه، باش الندم البنات من بعد نفسك ما تحملكش الندم، ولا انك ما وفيتيش لولادك الوقت ولا ما كملتي. الناس هنايا اول حاجه بديت بالخزانه نتاعي. هذا الروتين راه قبل عيد المولد البنات. سجيته ووجدته على اساس ان البنات باش على الاقل حنا ما نقولوش تنظيف الدخول المدرسي، وانما هو تنظيف باش يقعد لي الوقت، وباش نلقى روحي كافيه الوقت لوليداتي. ثاني حاجه البنات واهم حاجه هي الصلاه البنات. الصلاه ثم الصلاه البنات. انتي كي تنظمي روحك في صلاتك نظمتي وقتك وكنتي قدوه حسنه لولادك. هنايا سواء ليك ولا ليهم، هنايا البنات راها الصلاه تلعب دور كبير البنات. باش تنظمي بها وقتك ولا باش تكوني قدوه حسنه البنات. هي غير الانسان غير يحط السجاده نتاعو. شوفوا البنات الاولاد نتاعك كيفاش يدوروا حداك، بنتك كيفاش تلبس الخمار. هنايا تقلدي تغرسي فيهم حب الدين، الانضباط على الدين. هاد الحوايج البنات. والبنات حاجه يعني اللي في مفهومي انا ولا اللي على حسبي انا، انه التربيه البنات هو ما كانش وقت يفوت. بصح التربيه تبان لي انها من 7 سنين، من عام الى 7 سنين. هذيك مرحله التربيه البنات. هذيك هي البنات مرحله الانضباط، مرحله تغرسي فيه الاخلاق. واش علمتيه البنات يقعد فيه، واش علمتيه، واش غرستي البنات. باذن الله العلي العظيم انك يكون ثمرة التربية نتاعك البنات. انا اهم حاجة انه نركزوا البنات مع الدراري الصغار باش تكون التربية نتاعنا لانه صالحة. لانه لو كان يكبر تعودي تصاحبيه، مستحيل انك تنقذيه، مستحيل انك تعاودي له. يمكن ان نعاودوا نستدركوا الامر، بصح البنات اهم حاجه انه كي يكونوا صغار البنات نركزوا على الربايه نتاعهم. اما اذا كانوا كبار فنعود صديقه ليهم ماشي جلاد. كي يهضروا ما تعجبنيش الحاجه نتاعهم ما نجيهمش بالعياط وبالضرب وبالتبادل والو. البنات غير بشويه ونبعث لهم ميساج بلي هذه حاجه ما عجبتنيش وراها ممنوعه وما عادش تتكرر البنات. ثالث حاجه ولا رابع حاجه البنات، مهم ياسر ان نقعدوا معاهم. مهم ياسر ان نكونوا اصدقاء ليهم، اني كل واحد نعطي له 10 دقائق ولو كان من وقتي البنات. لانه ذيك ال10 دقائق لكل واحد البنات باش نبربش فيها ولدي، باش كيما نقول نقلب فيه، نشوفوا واش خصو واش ما خصوش، واش راه حاس، واش نشوف تفكير ولدي لوين راه رايح، واش راه محتاج، وشني الحاجه اللي مش محتاجها البنات. هكذا البنات لازم نكونوا منتبهين مع هذه طريقه الانتباه وطريقه الهضره البنات. تقريبا تكون من 7 سنين فما فوق. كيما نصاحبهم كي يجوا من ليكول واش درتو في ليكول. كاين ولاد ما يهضروش، نقولكش واش صرا اليوم معاه واش ما صراش واش لا البنات اللي كان همكم ما يهضرش انا نهضروا البنات باش نعرف ولدي راه في اي وسط راه.
قلت لكم الهضره معاهم لو كان 10 دقائق نقلبوا هاد الطريقه تجي مع البنات تاع المراهقه، الاولاد نتاع المراهقه، باش نكون انا معاهم وعارفه روحي واش راهم يديروا واش راهم ما يديروش. ثاني حاجه خامس حاجه البنات القرايه نتاعهم، الدراسه نتاعهم، جانب الدراسه نتاعهم لازم عليك تكوني صارمه. الصرامه ثم الصرامه ثم الصرامه. البنات ما فيهاش اللعب، البنات ننظم له وقت نومه، وقت المراجعه تاعو، مراقبه الكراريس نتاعو، ما نهملوش، ما نتكسلش في الجانب هذا. كي نحط القوانين نتاعي نكون صارمه، كي نقول انايا مثلا انه وقت مراجعه الدروس يكون من الساعه كذا الى الساعه كذا، فهو هذيك هي الساعه البنات. وقت لعبك كذا وكذا، هذاك هو البنات. ما يجيش هو يبدل لي ولا يمشيني ولا انا نتكاسل البنات. ساعات نتكاسلوا، الله المستعان، ساعات تتعبي، ساعات بصح انا يمكن نتكاسل في اي جانب الا في جانب القرايه نتاعهم. لانه اذا هو شافك متكاسله، اما هو يتكاسل معك، اما يستقوى عليك البنات. شحال من وحده نلقاوها تجري من ولادها غير باش يراجعوا ولا باش يحلوا تماريناتهم. هذه هي البنات، اما يستقووا عليا اما يتكاسلوا معايا. ثالث حاجه البنات كما قلت لكم المراقبه المستمره ملي يكونوا في الابتدائي على اساس الادوات. مثلا كي تجي بنتي نحل لها المقلمه نتاعها، نشوف الادوات نتاعها وين راهم. البنات هنايا الشمبره هذه راها مغبره، راني ما نرقدش فيها. البنات كانت كما نقول ما فيهاش كماتيزور، ما فيهاش داكا، فكانت مغبره شويه هذاك. نعاودوا نرجعوا لهضرتنا البنات. قلت لكم المراقبه المستمره، ولدي ولا بنتي، انا عندي في المتوسطه وعندي في الابتدائي على اساس الادوات نتاعها، بصح المتوسطه نحاول اني نراقب البنات، نشوف ولدي. مانيش عارفه انا مع شكون راه يمشي، مانيش عارفه مع شكون راه متقابل، فديما البنات تفتيش الادوات فيها. البنات ثاني حاجه نقاط الضعف نتاعهم. انا عارفه ولدي مثلا ضعيف في الرياضيات، ندير له دروس دعم. انا عارفه روحي مانيش حنوفيله، ندير له دروس دعم، ولو انه الغلاء نحاول على قد ما نقدر اني نوفر لهم هذا الشيء، اني ندخلوا دروس الدعم. ما عندكش دروس الدعم، باباه يشدوا في هذه الماده مثلا اللي راه ضعيف فيها، لان البي يكون اكثر صرامه من الام من ناحيه الدراسه. البنات باش تكونوا في علمكم، الاب في ناحيه الدراسه هو اكثر صرامه من الام. ممكن اصلا يخافوا الاولاد كيما نقول عنده هيبه، مش كيما الام، فهمتوني؟ فلازم يكون هكا تبادل بيناتكم. مثلا انت شدوا في الماده هذه اللي ضعيفه وانا نشد في المواد الاخرى، ولا تعلمي روحك البنات، تحاولي انك تراجعي انت ويراجع ولدك، ولا تراجعي له انت، المهم على حسب المقدور، على حسب. ثاني تيك البنات المقارنه المقارنه راه مدمر رقم واحد. ماشي شوف صاحبك، شوف ولد فلتان، شوف هذه، لا البنات ما نقارنش ولدي باي كان، سواء من ناحيه تربيته، من ناحيه معاملته، من ناحيه قرايته، بالعكس نحاول جوانب الضعف فيه نقويها، جوانب القوه نتاعو نزيد نعززها له البنات. وهذه هي البنات. هنايا ان شاء الله نشارك معكم تخطيطاتي. والحاجه الاخيره نخلي الوقت لوليداتي، نخلي لهم الوقت صح، نراجع لهم، نكون معاهم نلعب معاهم. اللهم البنات اجعلنا من الامهات الصالحات ويعيننا على تربيتهم